السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من جديد مع كودك. وفي الفيديو ده هنتعلم ازاي نبدأ أول مشروع جانجو. احنا عملنا الفيرتشوال انفايرومنت، عملنا لها اكتيفيشن، فدلوقتي أنا موجود جوه الانفايرومنت بس مفيش فيها أي لايبراريز ولا باكجز متسطبة خالص. فأول حاجة لازم نبدأ بيها إن احنا نعمل انستول للجانجو نفسه. فبنكتب بيب انستول جانجو ونسيبه يحمل مع نفسه. دلوقتي احنا عندنا جانجو جاهز في الفيرتشوال انفايرمنت بتاعتنا وجاهزين نبدأ نشتغل أول مشروع عندنا. طيب ازاي أبدأ أول مشروع؟ بكتب جانجو admin start project وبسمي البروجكت بتاعي. أنا هسميه بروجكت بس أنت ممكن تختار أي اسم، بس معظم الناس يعني متفقين إن احنا نسميه بروجكت لأن ده هيسهل عليك بعد كده انتجريشن لو انت حبيت تنقل جزء من المشروع ده وتستعمله في مشروع تاني، وهنفهم ده مع الوقت بإذن الله. انا كمان هزود بس دوت في الاخر علشان اخلي الفولدر اللي هيتكون موجود عندي هنا، ما يفتحش فولدر فرعي. لقيت هنا في بروجكت فولدر اتكون في شوية فايلز init by asgi wsgi settings URL. ده كله هنفهمه مع الوقت بإذن الله، بس خلينا الأول نبدأ أول صفحة نت عندنا. هنكتب بايثون manage.py run server علشان يفتح لنا اللوكال سيرفر. أنا عندي السطر ده هو اللي يهمني، starting development server at http 127.0.0.1.8000. هو ده اللي هيهمني. خلينا نشوف ايه اللي هيظهر لنا لما نفتح اللينك ده. ظهر عندي أول صفحة في جانجو، ده اللوكال سيرفر، وأنا كده جاهز إن أنا أبدأ المشروع بتاعي الحقيقي. أشوفكم الفيديو اللي جاي وهنبدأ نتكلم عن الجزء التاني في الكورس بتاعنا، وهنفهم إيه كل مكونات جانجو وإيه الحاجات اللي ممكن نعملها مع بعض بإذن الله علشان نعمل المشروع اللي إحنا شفناه قبل كده. سلام.